عمرك تخيلتي ان انت توصلي لمستوى بتلعبي بروفيشنلي وبتخشي مسابقات؟ كان حلمي، بس كان حلم بعيد. ما كنت تخيلت انه بالاربعينات حيصير هالشي. طيب عايزة افهم شوية التحديات النفسية ورد فعل العيلة والصحاب. كانت صعبة بالاول، صعبة لانه مثل ما قلتي هاي مش الريمة يلي بيعرفوها. ايه اكتر لحظة حسيتي واو وانت وسط الرحلة بتاعتك؟ بفتكر اول مرة لبست البروفيشنال فستان. ريما، من لبس كوربريت فورمال قوي وسوتس وكعب عالي وكده لفساتين بول روم دانس خطيرة. احكي لنا انت مين وعملتي في ريما اللي احنا نعرفها ايه؟ بعد 20 سنة بالكوربريت وورلد لو وصلت لسي ام او، اكشلي ما كنت اعمل اشياء لإلي، كنت اعمل اشياء لعائلتي لأولادي، ما كان في وقت لإلي. بس من شي 2.5 سنين قررت انه بدي ارجع اعمل هوبي كنت حبها بالزمانات، وتركتها على فترة طويلة لانه ما كان عندي وقت. هيك بلشت فتت بالرقص بالبولروم دانسينج. كان عمري يمكن 5، كنا نرقص بالمدرسة، نعمل دبكة، وبعدين عملتها شوي باليونيفرسيتي، وبعدين تركتها ورجعت لها. I love it. عمرك تخيلتي ان انت توصلي لمستوى بتلعبي بروفيشنلي وبتخشي مسابقات؟ كان حلمي، بس كان حلم بعيد. يعني ما تصورت انه رح اقدر حققه، especially لانه بالاربعينات انه تركته خلص. انا فكرت انه it's over. كان عندك كم سنة لما دخلتي أول مسابقة للبالروم دانسينج؟ 48. واو، كان إيه إحساسك والناس اللي حواليكي ممكن يكونوا كانوا ابتدوا من 20-30 سنة وانتي بتسابقي معاهم؟ كان في خوف كتير، خوف انه ما اوصل. كان بدي سافر واترك الأولاد واترك العائلة، فكان في كتير خوف. بس كان في كمان تحفز لأنه كان حلم من أنا وعمري 17 فيني أقول. البالروم دانس بيحتاج بتهيألي مرونة عالية جدا، وبيحتاج عضلات معينة في الأنكل في الرجل، يعني في تفاصيل الجسم تاخد سنين على ما الواحد يوصل لها. هل كنت تتخيلي إنك توصلي لها ووصلت لها إزاي؟ أنا ما بقول إنه وصلت لها، بس بلشت من 2.5 سنين، ويضلون يقولوا لي أوكي بدك تستعملي هالعضلة وعملي هيك، وأنا أقول أي عضلة، ما معي خبر. بلشت روح على الجيم لأنه كان في هدف إنه بدي يصير أقوى وبدي يكون البوستشر تبعي مزبوطة. وبعد سنة من الجيم بلشت اليوغا، لأنه لقيت إنه فلكسبيليتي تبعيتي خفت، عم بقوى بس عم تخف الفلكسبيليتي، فحطيت اليوغا لأنه كان في شي براسي بدي أوصل له. صاروا هالاشياء طريق تأوصل للي بدي اياه. طيب ريما، كان زمان كان جسمك أكتر شوية وكان عندك أكتر مشاكل بكتير. كان عندك مشاكل مع جسمك، ودلوقتي أنا بشوفك على السوشيال ميديا سبليتس وبريدجز وحاجات كده اللي هي مين دي؟ يعني كنتي تتخيلي ده يحصل؟ الترانسفورميشن الرهيبة دي أضافت لك أنت إيه؟ ما كنت تخيلت انه بالاربعينات حيصير هالشي. هلا الواحد في بلش بالعشرينات، في كتير عالم بالثلاثينات بيعملوها. It's never too late. وبفتكر بس الواحد يحط شي براسه، اذا من النوع يلي بده يوصل بده يعمل، which I did بالcorporate world. كان بدي اتقدم انه اعمل خطوة، بعدين بدي خطوة تاني. So step by step صارت. والاكل اكيد مهم، بس لانه ما كنت فوكست على انه بدي اخسر وزن وبده يكون جسمي a certain way، لا اجوا naturally. طيب عايزة أفهم شوية التحديات النفسية ورد فعل العيلة والصحاب. كانت صعبة بالأول، صعبة لأنه مثل ما قلتي هاي مش الريمة يلي بيعرفوها. إنه شو صار لها، مع مين رح ترقصي، مع الكوتش. طب إنه جوزك ليه مش رايح معك؟ إجا معي مرة مرتين ما بده. طب وإذا الكوتش تبعك ترك، مع مين رح ترقصي؟ مع كوتش تاني. بفتكر لأنه كلمة الرقص عنا بالبلاد العربية إلها مفهوم تاني، كانوا بالأول very hesitant. بعدين عمهلهم صاروا يشوفوا الفيديوز ويشوفوا إنه واو عم تنتبه على حالك، صاروا يقولوا لي إنه برافو. إنه بيي أول واحد قال لي برافو يا بابا عم تنتبه على حالك. واو، بيحصل كده دايما. انا برضو في وقت لما كنت رفيعه قوي وبترانسفورم، كل اللي حواليا بتلاقي الناس كلها مستغربه ويبطئوكي، فلو الواحد ما كانش determined قوي سهل قوي ان هو كانت يجدر. كتير صعبة، يعني من جوزي لأهلي، في أصحاب وأكتريتهم ستات كانوا لا بشجعوني انه برافو you inspired us، وانا عم بقول انه بس عم بعمل شيء انا بحبه. بس ما فكرت بهالاشياء لبعدين، انه بالاول كنت عصب انه ليه عم بقولوا هيك. يعني العالم يلي اقرب شيء لإلي بدل ما يقولوا لي انه go for it، ما كنت عم بفهم شو عم بصير. بعدين I realized انه لانه هالشي ما بيعرفوه، انه كانوا لا 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 شو عم تعملي. هلا صرت باخذ الاولاد معي
واو. بنتي بتروح بتعمل معي. طيب احكي لي ازاي بتقدري توزني ما بين شغلك وعيلتك وبيتك والرقص؟ بصعوبة. It's never perfect. والولاد بيقولوا لي يي ماما انت بتحب الرقص اكتر منا لانه تاركتينا عشية. انا بروح عشية لانه بعد الظهر معهم، وبروح من عشية لانه الاستوديو بيفتح ليت. صعبة. اذا شي بتحبيه بتلاقي طريقة، واللي حواليك بيصيروا سبورتيف لانه بيشوفوا انه هالشي هالقد مهم لإلك وهالقد بيبسطك. اذا عن جد بحبوك they have to support you. ريما قولي لي ايه اكتر لحظة حسيتي واو وانتي وسط الرحلة بتاعتك؟ افتكر أول مرة لبست البروفيشنال فستان، لأنه كان صار لي سنة برقص بتياب عادي، وبعدين اشتريت التياب اللي خاصة بالرقص كذا شهر قبل الكومبيتيشن. جبنا البروبر فساتين ولبست أول واحد وقلت واو عن جد، لا هلأ I've achieved something. طيب ريما قولي لي ايه اكتر حاجة كوميدية حصلت وسط ما انتي بتتدربي او على المسرح؟ كان صار لي شهرين عم برقص، كان عنا شو بقلب الاستوديو، كان في رفعة وأنا بحب كون على الأرض، والكوتش تبعي كان ضعيف. أنا براسي إنه هيدا كيف بده يرفعني، رح أوقع عليه ورح يعني اثنيناتنا رح نصير سلطة. أول مرة رفعني صريخ، يعني الاستوديو كله ايه. So it was funny. بعدين خلص إنه تخطينا مرحلة الخوف and it was okay. تقولي ايه لأي حد بيتفرج علينا او بيسمعنا النهاردة بيشوف ناس مثلا تعمل حاجات بالنسبة له استحالة وعدى 45؟ إذا عندك أو عندك حلم it's never too late. slowly بس إنه تنعمل، لأنه الحياة يعني بتعيشيها مرة. بتذكر كنت بالجامعة وكنت روح مع الفريق أحضر competitions بس ما كنت بالcompetition. ضلوا هالشي معي. إذا عندكم حلم ما في وقت معين إنه expiry date عليه، لأنه إذا شي بيبسطكم الحياة قصيرة. ريما آخر سؤال بحب أسأله لكل حد بتكلم معاه، ريما ما حدش قالك إيه؟ ما حدش قال لي إنه الحياة بعد 45 هالقد بتتغير، بس للأحسن. في فترة كانت صعبة، كل عمري بالكوربوريت وبشتغل وما بعمل شي تاني، وإجوا الولاد بحب ولادي. طب بس أنا وين؟ أنا مين؟ أنا شو بعمل لإلي؟